السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته أخواتي. الطبخة تاع اليوم اختارت أنها تكون ساندويتش خفيف ظريف يحبوه كامل الأبناء، تصلح كوجبة غداء ولا عشاء كما تحبوا، توجد في ساعة واحدة فقط. مكونات الحشو تقدري تغيري كيما حبيتي وفقا لإمكانية كل بيت. العجين هذا نستخدمه في معظم المملحات، ملعقة كبيرة سكر، ملعقة كبيرة خميرة الخبز، ملح، ربع كاس زيت، كاس حليب دافي طبعا، ونلم كل شيء بالفارينة حتى تكون عندنا عجينة. نجمعها تخي بيان، تكون طرية شوية، ما نشفوهاش بزاف ونخليوها ترتاح. هنا كنت شوية مزروبة، خليتها ترتاح لمدة نصف ساعة. لو طون نوجد الحشو درت فيه نصف صدر دجاج. هذا كون لي ولا عطاني 7 سندويشات ملاح، يعني 7 سندويشات يشبع حتى انسان كبير، انا ادولت. اذا كما قلت في الحشو استعملت فيه نصف صدر دجاج، بصل، ثوم. تقدر تزيدي دبشه ولا ما عندنوش، انا ما زدتهمش على جال الاولاد ما يحبوهمش داخل لي ساندويتش، انت يبقى لك اختياري تزيديهم. لي صوص انا درت صوص فروماجير، حطيت فيها بيشاميل خفيفه، زدت لها الفرomاج تقدري ديري اي نوع عندك، مثلثات، مربعات، شيدار، موزاريلا، كما تحبي. زدت لها ايضا صوص بيتزا، جبتها واجده في الحقيقه، وكونت بها الساندويشات، وتزوقيها من الفوق كما بالطريقه اللي تحبيها، وتحطيها طيب من التحت ابخي من الفوق حتى يوجد عندك الساندويش. باقي الوصفه راهي موضحه في الفيديوهات، اللي عندها اشكال ولا سؤال تخلي لي تعليق وانا راح نجاوب avec un grand plaisir. بالنسبه للموضوع اللي خيرته اليوم هو موضوع الابن المتزن. ومن هو الابن المتزن ولا كيف أربي ابن متزن؟ الاتزان هو أن تتم تربية الطفل على مبدأ المنع والمنح. كيفاش؟ معناه إذا كان بحاجة هذا الطفل بحاجة إلى شيء ما أو طلب شيء ما وكان في مقدور الأولياء، تتم تلبية هذه الأمور وفقا لما يمكن، وفقا للوالدين وش يقدروا. أما إذا أخطأ مثلا لم يقم بواجباته المدرسية، لم يقم بواجباته العائلية، لأن الطفل راه مسؤول، راه عنده مسؤولية في البيت. قد ما كان صغير تكون المسؤولية الصغيرة وتكبر معه. الطفل راه مسؤول على المدرسة تاعو، على أدواته، على صباطو، على الفاش اللي يرقد فيه، على الصحن اللي ياكل فيه يجمعو، على الماكلة كي ياكل يرمي لا بوبال ما يخليهاليش في الطابلة ولا في الأرض، يروح يرميها أعزكم الله. لأن الطفل يتحمل هذه المسؤولية في الصغر ويخرج لبرا، مش راح تجيه هذه البيئة غريبة، مش راح تجيه المسؤولية أمر كبير، مش راح يجيه مش راح يكون غير مش موالف يتحمل هذه المسؤولية، راح يجيه أمر عادي. طفل تربى على المسؤولية، تربى على النظافة، تربى على الاحترام، راح يطبق نفس الشيء برا. كي يولي عنده باترون في الخدمة، ولا يولي عنده دي كليون، ولا يكون عنده مثلا العيادة تاعو الخاصة، راح يعرف يتعامل مع الناس، وراح يعرف كيفاش يفيني لو ترافاي تاعو، كيفاش يكون الاتقان، كيفاش راح تكون المعامله. لانه العميل تاعك ولا لو باترون تاعك ولا الرئيس تاعك في العمل راح يحاسبك كما كانوا يحاسبوك الاولياء كي كنت صغير. اذا اتقنت يجازيك هذا لو باترون، اذا لم تتقن يقدر يحبسك، يقدر ينحي لك من الصالير، يقدر هذا المريض ما يزيدش يجي عندك. بالنسبة للوصفة الثانية هي وصفة الكنافة ولا القطايف. أنا خيرت أنها تكون فيكون كريم باتيسير في الوسط. راح نخلي في صندوق الوصف المقادير مضبوطة، وزدت لها من الفوق الموزاريلا، نطيبها عادي في مقلاة من التحت ومن الفوق نقلبها. على كل حال كل شيء موضح في الفيديو. ثم نعسلها بشربات. نعود إلى موضوعنا. قلنا الطفل اللي يوالف المسؤولية والعقاب والجزاء مش راح يكون عنده عواقب كي يخرج للبرا، لأن الطفل اللي يوالف الاتكالية على والديه راح يجيه أمر صعب أنه يتحمل المسؤولية، لأنه والف السهل، والف كل شيء يجيه، والف يلقى كل شيء وجد. هذا النوع من الأبناء كي يكبر
هو نفسه اللي راح يفشل في كل أنواع العلاقات. علاقته مع والديه، مع إخوته، مع الجيران، مع الزوجة تاعو، مع أبنائه، راح تكون معظم علاقاته فاشلة إن لم يستوعب الأمر، يعني إن لم يصحح الأمر. هذا النوع تاع الاطفال هم نفسهم المراهقين اللي حاسب الام تاعو علاش ما غسلتيليش الصباط، يحاسب الوالد تاعو الخبز ما راهش سخون. تشوفا كوما يعني الاتكاليه راح تزيد، وبالنسبه ليه راح يشوف الامر هذا عادي وموش غلط. اذا كفانا معاقين اجتماعيا، كفانا الناس غير مسؤولين، والوالدين اللي راهم يديروا هذا الخطأ يجب تدارك الخطأ وتصحيحه قبل فوات الأوان. والسلام عليكم ورحمة الله.